السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ اليوم جبت لكم فيديو جديد وقصة شعر جديدة وتدريج. طبعا اليوم شباب راح نشتغل تقريبا تدريج متوسط، بس راح نشتغل بخطوات كتير احترافية وكتير راح نكون دقيقين بالشغل. بتمنى المو مشترك بالقناة تشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ليوصلوا كل شي جديد، وإن شاء الله ما راح نقصر مع أي حدا حابب يتعلم مهنة الحلاقة الرجالية وحابب يستفسر عن اي شيء. راح اترك لكم رابط الانستغرام بالوصف، اللي حابب يسأل عن اي شيء بمهنة الحلاقة هنيك راح رد على الكل ان شاء الله. طبعا مثل ما انا شايفين شباب، بالبداية راح نفتح خط زيرو تقريبا فوق الاذن باصبع ونبلش ننظف الشعر مزبوط. طبعا شباب بماكينة الاكسترا دائما نحاول ما نضغط على ايدنا كتير كرمال ما يصير حساسية للزبون وكرمال ما تضايقوا الماكينة. فدائما لازم نحط ببالنا انه اول خطوة بالزيرو نحنا ما لازم نضغط على الماكينة كتير، لانه بالنهاية شباب هي ماكينة زيرو، يعني انت بس مرق على الشعر وراح تشيل. فحبيت شارككم هاي المعلومة لانه كتير مهمة، لانه دائما نحنا بنلاقي انه بعد الحلاقة في كتير من الزباين وخاصة بفصل الصيف بتلاقي بعد الحلاقة محمرة بشرته وصايبه احمرار ومتحسس. هذا شباب بيكون من قساوة الايد على الفروة. يعني احنا دائما لما بدنا نشتغل ماكينة الاكسترا بس نمرقها تمريق وهي لحالها راح تشيل الشعر بدون ما نضغط او نعمل اي ضغط على البشرة ابدا. مثل ما احنا شايفين شباب هلا نظفنا الشعر مزبوط. هلا اخواتي كمان راح نجيب ماكينة التنعيم وراح ننعم كل الشعر اللي شلناه على ماكينة الاكسترا. كمان شباب هاي الماكينة بالذات بالتحديد ما نضغط عليها كتير، لانه الحساسية بتكون دائما نحنا بيكون عند الرقبة مثلا من ورا او من عند الرقبة من تحت عند الدان بيطلع حب ناعم، بيكون سببه شباب من هاي الماكينة، بيكون لانه نحنا ضاغطين كتير ومكررين على المكان كتير. فدائما لازم ما نضغط على الشعر، عفوا على فروة الراس لما بدنا نشتغل بالتنعيم وبالاكسترا. هلا شباب بنجيب الماكينة الكيمي، كمان اليوم راح ندرج بالماكينة الصيني. راح نخلي المناويل لفوق، راح نخليها زيرو زيرو الماكينة الكبيرة. كمان راح نطلع بخط جديد تقريبا اصبع لفوق وراح ننظفه مزبوط. طبعا شباب هلا بالبداية انا راح اعلم الطبقات كاملة، بعدين راح تبلش مرحلة الدمج. هلا شباب بنحط مشط الواحد، كمان بدنا نطلع بخط جديد كمان فوق حرف الزيرو الماكينة الكبيرة تقريبا اصبع. نحنا ليش دائما بنقول اصبع شباب؟ كرمال يعني كل نمرة تاخد مجراها وتاخد مثلا المساحة الكافية، كرمال بالنهاية لما نحنا ندمج النمر كلها يكون في معنى تناسق بالتدريج ويكون ما في عيوب بالتدريج ابدا. هلا شباب مثل ما اننا شايفين بنجيب مشط اثنين بنركبه على الماكينة كمان. طبعا شباب بعد الواحد دائما نحنا بنقرر شو النمرة اللي بدنا نشتغلها، ممكن نشتغل 6 ممكن نشتغل 7 ممكن نشتغل 5 او 4 حسب طول الشعر وسماكة الشعر اللي فوق. انا اخترت 2 لانه الشعر ما كتير سميك من فوق.
فعملنا 2 وبلشنا ننظف مظبوط. هلا شباب بتيجي المراحل اللي هي دمج الخطوط ودمج الالوان الكامل للتدريج. مثل ما احنا شايفين حطينا مشط 1.5 وباسلوب الدمج شايفين معي كيف بلشنا نشتغل على الخط تبع الخط اللي بيجي بين 2 والواحد. بلشنا دمج بهالطريقة. هلا شباب بنحط مشط الواحد وبننزل منويل تصير 1.5. طبعا شباب الفرق بين هاي النمرة والمشط الجاهز اللي بيجي 1.5 الفرق انه هاي بتشيل اكتر يمكن ب3 او 4 ميلي او 2 ميلي. فنحن دائما اذا بدنا تدريج دقيق لازم نستخدم المنويل بكل نمرة بدنا نشتغلها. مثل ما اننا شايفين اندمج معنا اول لون تقريبا اللون الغامق. بعدين نرفع المنويل على الواحد وبنرجع بيكون في معنا خيال خفيف كمان بس بنشيك عليه. خيال خفيف هو الخط هو بيكون يعني ضالل شوي من الخط او من الحرف شباب شيء بسيط. احنا بس بنعيد عليه على الواحد. هلا شباب بنحط مشط النص وبننزل منويل كمان وبنشتغل تحت الواحد كمان. هي بتيجي اخف من الواحد كمان يمكن ب3 او 4 ميلي. برجع بذكركم انت دائما كنت حلاق او كنت مبتدئ بدك تشتغل على ادق التفاصيل وبدك تشغل نظرك. ودائما شباب برجع بقولكم الحلاقه هي نظر اكتر ما تكون حلاقه يعني حلاقه. لانه دائما شباب نحن لما ننعجب بقصة او بتدريج او شيء ننعجب فيه على النظر. نحن بنشوف مثلا الجمالية بالتدريج فخلص انه معناتها الخطوات سليمة والحلاق اللي مشتغل التدريج هو معلم. طبعا مثل ما اننا شايفين شباب رفعنا المنويل ونظفنا كمان نص. هلا شباب بعد النص كمان راح نشتغل ربع. بس قبل الربع راح ننظف نص بالماكينة كمان شباب. الفرق بين هذا النص والمشط الجاهز انه هذا النص بشيل اكتر بشيء خفيف بس المشط الجاهز بيدمج اكتر. مثل ما اننا شايفين نحن بس تشيك وتنظيف ما اكتر يعني. بعدين بنرفع المنويل تقريبا للنص بتصير ربع كمان. مثل ما اننا شايفين عم ندمج الخيال الخفيف. طبعا شباب انا خليت حرف الزيرو للنهاية كرمال نحن ننتهي من النمر العالية ونشتغلها بأدق التفاصيل وننظفها مظبوط. بعدين بنكسر حرف الزيرو اللي هو رح يعطي جمالية بالنهاية. طبعا بهالطريقة نحن رح نكسر الزيرو. برجع بذكركم شباب حرف الاكسترا ما بينكسر غير بالاكسترا نفسها. وشفتوا بالبداية بعد ما عملت اكسترا وتنعيم رجعت بماكينة الكبيرة بالزيرو الكبيرة وفتحت خط ورجع ضل حرف اكسترا حرف الاكسترا ايه. فدائما حرف الاكسترا شباب ما بينكسر غير بماكينة الاكسترا نفسها. هاي دائما لازم تحطها ببالك انت. شايفين معي كيف عم شيك عليها بطرف الماكينة مشان ما يضل نقط سودي مكان سميك اكتر من مكان. طبعا مثل ما انكم شايفين بلشت توضح القصة بشكل كامل. كمان بنشيك عليها شوي بالزيرو الكبير او ربع او نص حسب انت شو شايف. برجع بذكركم الحلاقة تفاصيل وخاصة بالتدريج شباب دائما لازم نشغل نظرنا.
هلا شباب راح نحدد الزاوية من فوق. طبعا الزاوية من فوق بدها يكون خط ثابت، والزاوية راح تكون تقريبا 90 درجة، ما لازم نخليها مايلة، دائما لازم نحنا نفهم هذا الموضوع انه من فوق لازم تكون 90 درجة. وعند السالف، منطقة السالف تكون نصف دائرة تقريبا، ما شرط تكون كتير مبوزة، بس يعني تكون فيها ميلي. طبعا شباب هاي النتيجة النهائية بعد السشوار وبعد التحديد على الموس. بتمنى تكونوا استفدتوا من حلقة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الكوافير رام.